ما تعالوا صون نادي الزمالك ده يا جماعه شويه، بجد والله. علو والله. علو صون نادي الزمالك ده احسن، بص عمال يحدف علينا بلاوي زرقاء كده. ده شويه وهيطلع من ورا السور ده ياجوج وماجوج. في ايه؟ علو السور يا عم، وقف البكابورت ده شويه يا عم. كل شويه الدرديري والبربيري والغنديري والهرقيري والشرتيري، وفي ايه يا عم؟ احنا مش هنخلص. وبعدين انت مالك اصلا بابو تريكه دلوقتي؟ يعني انت بتتكلم على عايز تمجد في اللعيبه عندك، شيكابالا اسطوره، زيزو اسطوره، معرفش مين اسطوره، كلكم بسم الله ما شاء الله اساطير. اساطير من ايه ما تفهمش. هو الاسطوره ده وخلاص يعني؟ هو انت عايز تعمل اسطوره يا عم؟ اسطوره عندك انت بقى، انا ما اعرفش انت ايه قيم الاسطوره عندك بصراحه يعني. يعني انت لما تقول ده لعيب ده اسطوره، اسطوره بالنسبه لايه يعني؟ يعني ايه مقومات الاسطوره بالنسبه لك؟ يعني الحاجات اللي مش مفهومه دي حاجات مبهمه كلها. وبعدين انت عم عايز تعمله اسطوره، ما تعمله اسطوره. طلع علينا النهارده الدرديري يقول لك يقارن بين ابو تريكه وزيزو ومحمد بركات. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم وانت مالك اصلا باللعيبه بتاعت النادي الاهلي يا عم؟ ما تخليك هو اسطوره عندك انت بارقامه هو. وبعدين الاسطوره ده بارقام وبمقاييس معينه، مش اي كلام واي هري وخلاص. وبعدين انت طالع ايه يعني؟ انت بتركب الترند يعني؟ عايز تركب الترند وخلاص. وبعدين ابو تريكه اللي انت بتتكلم عليه دوت، يعني ده معاه دوت اربع افريقيا، ومعاه ثلاثه برونزيه كاس عالم. بيقول لك مش عارف زيزو جايب 70 70 جون وفي 4 سنين، وابو تريكه ما اعرفش يا حبيبي. لا وطالع كمان حتى يا ريتك بتقول الحقيقه، لا كلامك كله غلط اصلا مولود. ابو تريكه يا حبيبي جايب معاه المنتخب بس لوحده، انا مش هحسب لك اسيستات ابو تريكه ولا الاجوان المهمه ولا الكلام ده كله. جايب 38 هدف. انت مستوعب انت بتقول ايه؟ وجايب مع النادي الاهلي 106 156 هدف. انت مستوعب؟ يا عم انت، انا مش هقارن لك اصلا لعيبه من عندنا بلعيبه من عندكم، لان لا تصح المقارنه اصلا. اه ماشي، انا متفق ان زيزو لاعب كويس ولاعب محترم وانا بحبه على المستوى الشخصي، بس المقارنات ما تنفعش تقارن اصلا لعيب من عندك بلعيب من عندي. ليه بقى؟ لان انا اصلا عندي لعيبه بتاريخ ناديك كله. لعيبه مش لاعب بقى يعني. أنا مش هقارن لك لاعب بلاعب، لا انا هقارن لك لاعب بالنادي بتاعك كله. انت مستوعب؟ انت بتفهم ولا انت ايه يا عم؟ ولا انت بتركب الترند وخلاص؟ واحد زي عندنا زي حسام عاشور ده معاه 12 دوري، انت اصلا ناديك كله 14 دوري. انت متخيل؟ انت مستوعب اصلا انت بتقول ايه؟ بقول لك لاعب بس عندنا اسمه حسام عاشور معاه 12 دوري. لاعب عندنا اسمه رامي ربيعه واخد ستة ابطال افريقيا. انت بناديك كله بالحلم العربي بتاعك بالكلام ده كله اصلا 5 بطولات افريقيا. رامي ربيعه بس لوحده 6 ابطال افريقيا. انت مستوعب 6 ابطال افريقيا؟ وعندنا لعيبه كتير، نماذج كتير جدا. عد يعني بص، انت عندك الشناوي ده لحد النهارده كام بطوله افريقيا؟ 4 بطولات افريقيا. في لعيبه كتير جدا يعني. انت اصلا يعني بص، انا بقارن لك بس لعيبه بتاريخ ناديك كله. طلع تتكلم على ابو تريكه وتقول يا عم انت عايز تعمله اسطوره وعندك تعمله اله عندك اعمله. اه لاعب كويس، لاعب ممتاز ومؤدب ومحترم وكل حاجه، بغض النظر عن التصرف اللي عمله مع المنتخب الاولمبي اللي هو ما فادوش اصلا بجنيه. تمام. انتوا عايزين تعملوه اسطوره اعملوه حبيبي عندكم، لكن مش عندنا احنا. ما تقارنش حد من عندك باي لاعب من عندي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انت برضو جمهور نادي الزمالك، انا مش عايز برضو اقول اعمم، برضو هنقول بعض من جمهور نادي الزمالك طالع بتشجع الشيبي وتقول له راجل يا شيبي، راجل يا شيبي، راجل يا شيبي. ايه يعني؟ انت اصلا يعني انت شايف ان كده صح؟ هو ده كلمه. بس انا هلوم عليك انت ليه اصلا اذا كان اصلا عندك في لعيبه كبار ومجالس ادارات اصلا مغيبه وبتضلل اصلا جمهور النادي الزمالك. انت طالع بتشجع على حاجه يعني بمنتهى الاسف بصراحه. يعني بتقول له راجل عليه ان هو كان هيبطل واحد كوره، كان هيأذي واحد، ولا هو مكايده وخلاص؟ مكايده في الاهلي وخلاص، صح؟ هي مكايده في الاهلي وخلاص. ما هو انت عشان كده اصلا، عشان انت اصلا باصص للنادي الاهلي، مش باصص زي ما بيقولوا، مش باصص في ورقتك. انت عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتنجح طول ما انت باصص للنادي الاهلي و...
ومركز في يا عم، ده انت شجعت النادي اللي حاطط عليك اصلا، واخد منك افريقيا، واخد منك الدوري، الوصيف بتاع الدوري، رايح تشجعه. كنت بتشجع بيراميدز، ومش ايه، والفطاحل بتاعتكم زي ميدو وغيره 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 طالعين تشجعوا بيراميدز عشان ضد الاهلي. طول ما انت كده عمرك ما تقدم خطوه. واحنا الحمد لله قطار الاهلي لا يتوقف، قطار الاهلي لا يتوقف. فانت طالع يعني عيب، وحياة ربنا عيب، والله والله عيب. وطالعين اصلا يعني ما بنتعلمش من الدرس، وقسما بجلالة الله ما بنتعلم من الدرس. يعني لسه واحد اهو الله يرحمه احمد رفعت ميت، مفيش فايده برضه. يعني المفروض خلاص بقى نصحح اوضاعنا ونمشي صح. لا طالع بتشجع لاعب كان هيأذي لاعب، ايا كان بقى، ايا كان ناديه، طالع بتسقف له تقول له راجل يا شيبي، راجل يا شيبي. طب راجل يا شيبي هو فوت لك يعني فوت لك ماتش، ضيع ضربة جزاء قدامك. إيه راجل يا شيبي عليه عشان كان هيأذي واحد؟ بالذمة ده كلام؟ انت مبسوط انت راضي عن نفسك؟ وبقى انتوا يعني انا مش عارف بصراحه اقول عليكم ايه. انا بصراحه يعني الباكج كله على بعضه، النادي بالجماهير بقى انا نقول بعض من الجماهير، بلاش نعمم الموضوع، بس بنسبه كبيره جماهير الزمالك بص هي بنفس الطباع دي، عقليه يعني مش عارف بصراحه ايه العقليه دي. انا مش فاهم ايه العقليه دي. انت لو ركزت في ناديك يعني احسن لك واحسن لنا وهتنجح. لكن طول ما انت مركز مع النادي الاهلي وحاطط نفسك مع النادي الاهلي عمرك ما هتنجح ولا خطوه. انت بس بتعمل مقارنات وحقائق، وبتزيف حقائق، والتسعه اكبر من السبعه، والسته اكتر مش عارف ايه، والمطوشه المؤجله، والاهلي ما اعرفش ايه وايه وايه وايه، وخلاص على كده. ما علينا، سيبك، دول عالم اقسم بالله خارج المجره، والله الناس دي خارج المجره. مارسيل كولر يعني على بعد يا جدعان خطوات، وهيبقى زي مانويل جوزيه، ويبقى اسطوره من ضمن الاساطير بتاعتنا. هو عامل 16 فوز متتالي، فاضل له تكه ويبقى 17 زي الاسطوره مانويل جوزيه. يعني مش تركن صف تاني اهو يا عم ماركس، هتقف اهو مع الاسطوره بتاعتنا مانويل جوزيه صف اول. يعني فاضل لك تكه بقى. يا رب يا رب يا رب يا رب بالتوفيق باذنك انت، يا رب باذن الله.